مساء العسل على احلى صحاب واحلى اخوات في الدنيا. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. حبايب قلبي وحشتوني جدا جدا جدا. النهارده معاكم هنعمل بسله ورز وشويه لسان عصفور حلوين مع بعضنا كده. فنبدا كده، نسمي الله ونصلي على الرسول. وقبل ما نبدأ الفيديو عايزة لو انت اول مرة تتفرج على قناتي ما تنسيش تفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وتعملي اشتراك في القناة، وتكتبي كومنتات حلوة ولايكات كتير، لايكات كتير كتير كتير. فيلا بينا نبدأ الفيديو ونسمي الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ بأول حاجة كده اللحمة، ماشي؟ عشان اللحمة بتاخد وقت شوية. فهنا معايا نص كيلو لحمة اهو. وهجيب بقى معانا ورق لورا وحبايتين حبهان وواحدة قرفة وواحدة بتاع السما دي. بصراحة بتخلي ريحة اللحمة حلوة والشوربة تحفة. نسيت اسمها بصراحة يعني دلوقتي. فدلوقتي نحطهم بقى على اللحمة. نحط على اللحمة كده، ماشي. ونجيب شوية فلفل اسمر وشوية كمون. ما تكتريش الفلفل الاسمر علشان ما يسويش الشوربة معانا. دلوقتي هنولع عليها بقى كده علشان ايه تتشوح معانا. نشوحها كده. وهجيب حتة جزراية، واجيب طماطمايه، واجيب بصلايه او نص بصلايه صغيره ونحطها معاها. يا حبايبي دلوقتي الجزر كمان اهو، بس طماطمايه انا مش هحطها دلوقتي. نجيب بقى معلقه ونقلب كده بالراحه. بصوا يا جماعه اقلبها وارجع لكم عشان انا مش عارفه اقلب بس وانا ماسكه الموبايل بايدي. دلوقتي حبايبي بعد ما شوحتها اهو هنزل عليها بالميه السخنه. بسم الله الرحمن الرحيم. كده هسيبها بقى لحد ما تغلي ونحط الطماطمايه في الاخر. دلوقتي يا حبايب قلبي كيس الطماطم اللي انا مطلعاه من الفريزر هحطه في حله يفك معانا وارجع لكم. دلوقتي الشوربه غليت معانا اهيت. هنزل عليها بقى بالطماطمايه. تمام كده. هوطي بقى عليها النار خالص لحد ما تستوي، ونحط لها الملح اخر حاجه خالص. لما تقرب تستوي خالص كده نقوم حاطين لها الملح. نيجي هنا بقى للرز. حطيت معلقه سمنه وشويه زيت، وحطيت حبه شعريه، وهنحمرهم بقى مع بعضنا كده. هحمرها يا حبايبي وارجع لكم. دلوقتي بعد ما الشعريه احمرت معانا اهي هننزل عليها بالرز. ننزل عليها بالرز اهو، نشوحه بقى مع بعض كده وبعدين هرجع لكم. دلوقتي حبايبي بعد ما شوحت الرز اهوت هنزل عليه بالميه السخنه. بسم الله الرحمن الرحيم. واحط له بقى الملح الاول. دلوقتي انا حطيت الميه اهوت ودوبك معايره بس للمعلقه كده بالظبط. ودلوقتي بيغلي اهوت، وبعدين بعد ما يغلي ونشرب وههدي عليه، اقلبه تقليبه كده وههدي عليه. دلوقتي الرز اتشرب معانا وقلبته اهوت وهغطيه بقى لحد ما يستوي. هنا معانا حله وفيها معلقه سمنه وشويه زيت، وخرط عليها بصلايه للبسله. دلوقتي خرطت بصلايه صغيره اهيت، ماشي. هحمرها هحمرها الاول، وبعد ما تتحمر هوريها لكم. نيجي هنا بقى انا معايا هنا 5 بطاطسات. هقشرهم واخرطهم مكعبات كده وعشان للبسله دي. تمام. دلوقتي بعد ما البصلايه هي اتخدت لون معانا جميل ذهبي كده هنزل عليها بقى ايه بالصلصه. بصوا انا لسه مولعه عليها برضو. هسيبها بقى مع البصلايه هنا ايه لحد ما تكمل ايه فككان. بصوا حبايبي هي فكت بس فاضل يا دوبك فيها الحته الصغننه دي. هنزل بقى هنا بالبسله. البسله اهي. تمام كده. هنزل بقى بالبهارات. شويه كمون، شويه فلفل اسمر،
وشوية ملح. اقلبهم بقى كده وهسيبها بقى لحد ما تتسبك فيها. بس قبل ما تتسبك قوي قوي هننزل بالبطاطس. البطاطس مش هننزلها دلوقتي علشان ايه؟ ما تتهريش في البسله. البسله والجزر بياخدوا وقت شويه عن ايه؟ عن البطاطس. دي البطاطس اهيت بعد ما بشرتها وغسلتها كويس وخرطتها مكعبات كده زي ما حضراتكم شايفين كده. فدلوقتي انا مش هحطها دلوقتي في البسله خالص لحد ما البسله تجهز معانا. بس قبل ما تتسبك قوي هنزل عليها بالبطاطس عشان ما تتهريش. شايفين سمكها مربعات كده. هنا جبت حله وفيها حته سمنه صغننه، هي حله صغننه خالص اهي، وجبت فيها حته سمنه صغننه وشويه زيت واحط عليها شويه لسان عصفور بقى كده. حطيت شويه لسان عصفور اهو، تقلبهم بقى في بعض كده لحد ما يحمروا وننزل عليهم بشويه الشوربه. هنا اللحمه بقى قربت تستوي، هنزل بقى عليها بشويه ملح كده، واجيب كمان حبه اهو. هسيبها بقى يجي 5 دقايق كده واطفي عليه. هنا لسان العصفور قرب يحمر معانا اهو، يعني هسيبه كمان دقيقه كده وانا بقلب فيه ولحد ما يحمر خالص هزوده شوربه. دلوقتي بعد ما كده خد لونه الجميل تمام، هنزل عليه بالشوربه. ناخد الشوربه من هنا كده دلوقتي بقى بعد ما زودت شوربه اهو تمام. هيغلي غلوه كده معانا ونطفي عليه بقى وهو يستوي مع نفسه. ونصيحه ما تسيبوش النار تغلي فيه كتير علشان ما يتهرش منك ويعجن. فهو يا دوبك هيغلي غلوتين كده، هو بدأ يغلي اهو تمام. هيغلي غلوتين وبعدين نطفي عليه وهو هيستوي مع نفسه. دلوقتي حبايبي بقى هنبص على الرز بتاعنا كده اهو، هنقلبه تقليبه كده ونشوف استوى ولا ما استواش. الرز بتاعنا كده استوى وخلاص هغطيه واقفل عليه اهو. حبايبي لسان العصفور كده غلي تمام، هطفي عليه بقى. طفيت عليه اهوت ونغطيه، هسيبه بقى يستوي براحته. نبص بقى على البسله اهي، التسبيكه قربت تتسبك خالص. هشيل بقى البطاطس، هجيبها احطها هنا اهو حبايبي زي ما حضراتكم شايفين كده. اقلبها دلوقتي، قلبت البطاطس مع البسله وهسيبها بقى تكمل تسبيكه خالص، واقوم نازله احط اللحمه تكمل سواها فيها وازودها شوربه. ورجعت لكم تاني، كانت التسبيكه اتسبكت معانا، فهننزل بقى باللحمه والشوربه. دلوقتي بعد ما زودتها شوربه وزودتها وحطيت اللحمه هسيبها بقى هد عليها النار. هي كده غليت اهي، ههد عليها النار خالص. البسله بقى تاخد سوى البطاطس، تاخد سوى البسله واللحمه هتستوي فيها وكل كده يبقى تمام. اخر حاجه معانا البسله، هغطيها بقى واسيبها بقى ايه كل حاجه تستوي براحتها. رجعت لكم تاني حبايبي. دلوقتي بعد ما البسله خلاص استوت والبطاطس استوت واللحمه كمان استوت وكده الطبيخ جهز معانا. دلوقتي هنطفي عليه بقى ونبدا نغرف معاكم كده حبايبي. بعد ما خلصنا وغرفنا الاكل اهوت كده بقى كل حاجه بقت تمام وكل حاجه مستويه معانا وكل حاجه كده بقت جميله. فيا ريت بقى لو عجبك الفيديو ما تنسيش تدوسي لايك وتفعلي زر الجرس وتشتركي في القناه عشان يوصلك كل جديد. واشوفكم الفيديو الجاي حبايب قلبي في رعايه الله. مع السلامه، باي باي.